يبدو أن الماء المندفع بشدة في النفق الطويل لا يجرف معه الغافر الغاضب والحامق، ولا حتى فتات الصخرة فقط، بل حتى القارئ الذي بدأ غضب القافر ينز في عروقه وهو لا يعلم أنه تبقى له بضع كلمات وتجرفه النهاية. ثمة كتب تولد فينا إدمانا معينا، علاقة قوية لدرجة أن الانتهاء منها ومن قراءتها يتحول إلى صراع بين متعة القراءة ودوام الانتهاء منها. ذكرت الاقتباس ده أول ما انتهيت من رواية تغريبة الغافر. كنت في استراحة طويلة قصرية من الكتب والقراءة لما تم الإعلان عنها في جائزة البوكر 2023. جذبني العنوان جدا وبدأت في قراءتها، ومن أول سطر وحرف فيها ناداني صوت عميق في تلك البئر البعيدة، وبدأت في تتبع أثر الغافر. حأحكي عن 3 محاور في الرواية دي: العنوان والغلاف، القصة واللغة. نبدأ أولا بالغلاف والعنوان. بحب دائما أغلفة الكتب الصادرة من دار مسكلياني، دار الكتب المفضلة عندي، لأنها بتكون أحداث ورواية في حد ذاتها. غلاف رواية تغريبة الغافر غلاف رائع جدا جدا، جميل ومبهم ومليان رموز وتفاصيل خفية بين سطور الرواية. العنوان أول حاجة جذبتني للرواية. من طبعي بحب العناوين الغير مألوفة والغريبة. الغريبة هي الرحيل أو النزوح أو الهجرة القسرية للبحث عن شيء ما. أما الغافر هو الشخص الذي منحه الله قدرة وهبة على تقفي أثر الأشياء. تغريبة الغافر عنوان اختزل الرواية في كلمتين على منهج 1000 ليلة وليلة. كل حكاية فيها بتؤدي إلى حكاية تانية من غير أن تفقد التسلسل الزمكاني للرواية. تدور أحداث الرواية في بوادي سلطنة عمان في أزمنة غابرة وبعيدة، حيث كان السكان يقتفون أثر الماء ويبحثون عنه في كل مكان. بتقع قصة غريبة وحادثة حول بئر ماء في إحدى القرى العمانية، حيث ولد سالم بن عبد الله، أو كما يطلق عليه ولد الغريقة. تبدأ الأحداث منذ ولادة سالم الذي وهبه الله قدرة وهبة على تقفي أثر الماء حيثما كان. ومن تلك اللحظة التي يعرف فيها سالم أو يكتشف فيها موهبته تبدأ المعاناة وتبدأ الأحداث بالتسلسل مثل قطرات المطر، من غير الدخول في الأحداث ومن غير حرق الرواية. بتدور حول علاقة الإنسان الوطيدة بالماء، الأقاويل في القرى، الخرافات، تتبع الشائعات والأقاويل. لغة رفيعة عميقة وعتيقة من عمق الصحراء العمانية، مصطلحات جديدة ومفردات جديدة علي تعلمتها من الرواية. فخامة اللغة بتدل على ثقافة الكاتب وعمق جذوره العامية والفصحى ومدى اطلاعه وأفقه الواسع. رواية قبل أن تقرأها بعينيك تسمعها بأذنك جميلة جدا ودسمة ومليئة بالحكايات والمفردات الجميلة والثرية، تستحق البوكر عن جد. قراءتي الأولى في الأدب العماني ولن تكون الأخيرة بإذن الله. وفي الختام، في كل كتاب عالم كامل، وإلى أن نلتقي في عالم جديد، كونوا بخير وفي أمان الله.